كنيسة السيدة العذراء في المالكية. تقع كنيسة سيدة عذراء في بلدة المالكية في محافظة الحاسكة في شمال وشرق سوريا. تعتبر هذه الكنيسة من المعالم الدينية الهامة في المنطقة، وتحظى بتقدير واحترام كبير من قبل السكان المحليين والزوار. تاريخ الكنيسة يعود إلى فترة القرون الوسطى، وقد تم بناؤها على يد الأقباط السريان الذين كانوا يعيشون في المنطقة. تعكس الكنيسة الطراز المعماري القديم والتراث الديني للمنطقة، وتمتاز بتصميمها الجميل والتفاصيل الدقيقة. تتميز كنيسة سيدة عذراء بواجهتها الجميلة المزينة بالنقوش الحجرية والزخارف الفنية. تتميز القبة الرئيسية بتصميمها الأنيق والزجاج الملون الذي يسمح بدخول الضوء الطبيعي ويضفي جواً مهيباً داخل الكنيسة. تحتضن كنيسة سيدة عذراء العديد من الأنشطة الدينية والاحتفالات السنوية. يقصدها الكثير من الأقباط السريان والزوار من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الصلوات والطقوس الدينية. تعتبر هذه الاحتفالات فرصة للتلاقي والتواصل بين الأفراد وتعزيز الروح المجتمعية. تعد كنيسة سيدة عذراء مكاناً هاماً للسكان المحليين، حيث يلتقون لأداء الصلوات والاحتفالات الدينية وتبادل الأفكار والتجارب. تعزز الكنيسة القيم الدينية والتراثية للمنطقة، وتعكس الروح الدينية والثقافية للمجتمع. ومع ذلك، فإن الكنيسة قد تعاني من تحديات مثل الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والحفاظ على البنية التحتية. يجب أن يتعاون الجميع، بما في ذلك السلطات المحلية والمجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، للحفاظ على هذا الموقع الثقافي الهام وتعزيز السياحة الدينية في المنطقة. في الختام، تعد كنيسة سيدة عذراء في المالكية في شمال وشرق سوريا مكاناً مقدساً ومعلماً ثقافياً هاماً. تحظى بتقدير السكان المحليين وتستقطب الزوار من جميع أنحاء البلاد. يجب على الجميع العمل معاً للحفاظ على هذا التراث الثقافي وتعزيز قيم الدين والتراث في المجتمع.